Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Fi hadhihi al-fursah an-nafisah sa'abhathu an bidayati suratil ma'un. Qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa qala al-mufassirun ara'aita yabda'u Allahu azza wa jalla bihamzatil istifham yuradu bihi tashwiqus sami' ila al-khabari wa ta'jib minhu. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Man alladhi yukadzib bid-din? Man huwa al-mukadzib bihadha ad-din? Man huwa al-mukadzib biyawmil qiyamah, biyawmil jaza'? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yuzjiruhu zajran 'anifa lil yatim. Fadzalika alladhi yuzlimul yatim zulman syadida. Wa qabla an natakallam an faidati at-tarahhum lil yatim, nahnu sanuwaddih awalan min thalathi mustalahatin fil qamus fil ma'ajim al-arabiyyah. ثلاث مصطلحات هي الأولى اللطيم. اللطيم هو الصبي الذي توفى أبواه وهو لم يبلغ الحلم. والثانية اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم الصبي الذي توفى أبوه وهو لم يبلغ الحلم. والثالثة العجي. العجي هو الصبي الذي توفت أمه وهو لم يبلغ الحلم. من هذه المصطلحات يراد به في قوله تعالى اللطيم واليتيم. وأما سبب نزول هذه الآيات قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآيات نزلت في عص بن وائل السهمي. وقال السدي نزلت في وليد المغيرة. وقيل نزلت في أبي جهل. كان أبو جهل وصيا ليتيم فجاءه يسأله عن مال نفسه فدفعه فنزلت هذه الآية. ثم نحن سنتكلم عن فائدة الترحم ليتيم. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مائدة أعظم بركة من مائدة جلس عليها يتيم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يلي مسلم يتيما فيحسن ولايته ويضع يده على رأسه إلا رفعه الله عز وجل بكل شعرة درجة وكتب له بكل شعرة حسنة ومحى عنه بكل شعرة سيئة.
وقال وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى قدام واليتيم يمسح رأسه إلى خلف. الصبي الذي له أب أي الصبي الذي توفت أمه وما زال أبوه حياة يمسح رأسه وهذا الصبي لم يبلغ الحلم يمسح رأسه إلى قدام من وراء إلى قدام. وأما اليتيم يمسح رأسه إلى خلف أي من قدام إلى خلف هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة أشار بالسبابة والوسطى. ثم قال الله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين المكذب بالدين أحد علامته هو لا يحث نفسه ولا أهله ولا غيره لإطعام المسكين بخلا من ماله. هكذا ربما نستكفي بهذا البيان. أقول لكم شكرا جزيلا والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.